السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. نبداو الفيديو ديالنا كيف العاده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم باذن الله غادي نحضر معكم كلاص منزلي عائلي كيجي رائع بزاف لذيذ، كيجي كريمي ما شاء الله. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي النوغا. فهنا كيف كتلاحظوا معايا درت كاس ديال السكر سنيده في مقلاة اللي هكذا كتكون ثقيله، او لا اي اناء يكون هكذا القاع ديالو ثقيل. صافي كنديرها على نار مهيله بلا ما كنحرك هذيك السنيده حتى كتبدا كتذوب، عاد كنبدا نحرك فيها بهذا الشكل هذا، وكنأكد ان النار تكون مهيله والمقلاة تكون ثقيله. صافي من بعد ما كتذوب السنيده هكذا حتى كتولي بحال العسل بهذا الشكل هذا، غادي نضيف ليها كاس ديال اللوز. يعني درنا كاس ديال السكر سنيده، غادي نديرو كاس ديال اللوز، وممكن ديروا الكاوكاو او لا اي مكسرات كتفضلوا. صافي كنستمر في التحريك حتى كيبان لي ان داك اللوز هكذا كيبدا يطرطق واحد شويه ماشي بزاف، ولكن النار تكون مهيله. كنأكد على هذه المساله هذه باش ما يتحرقش لكم الكراميل ديالكم وما يوليش هكذا مر. صافي في هذه المرحله غادي نزولو من على النار وغادي نفرغوه مباشره في ورق ديال الزبده. كنحاول نبسطو صافي وغادي نخليه حتى كيبرد، يعني نخلي هاد النوغا حتى كتبرد مزيان وكتقصح، عاد غادي نهرسوها. صافي هنا من بعد ما جمد الكلاص عفوا النوغا من بعد ما قصاحت، صافي كنبدا كنهرس فيها بهذا الشكل هذا. عاد غادي نهرمشها يعني باستعانه هكذا باي اداه عندكم. المهم انا غادي ندرمد لك، غادي نحاول هكذا نجمعها في ورق الزبده، ولكن ضروري تقطعين هذاك ورق الزبده، يعني فرشوا لي هكذا شي ورق اخر وانتم كتهرمشوا بشويه يعطيوه الخاطر حتى كتهرمش بهذا الشكل هذا. صافي غادي نديرها هكذا في شي اناء وغادي نعزل منها تقريبا واحد كاس لاروب هكذا حتى الكاس باش غادي تبقى نستعملها في الكلاص. هنا جبت الاطار اللي غادي يدير فيه الكلاص، غادي نلبسو بهذا بالسلوفان، غادي نديرو في القاعده ديالو. انا هذا الاطار هذا درتو صغير، يعني درت هكذا القطر ديالو صغير لانني بغيت الكلاص ديالي يجي عالي، وانتم كتحكموا واش بغيتوه عالي اولا بغيتوه يكون يجي هكذا القطر ديالو كبير. صافي غنمروا مباشره هنا نحضروا الكلاص. بسم الله. خديت نصف لتر ديال الحليب اللي درتو في المجمد حتى كيبداو يوليو فيها الطريفات هكذا ديال الثلج، يعني كيبدا يتجمد. درتو في اناء اللي حتى هو كان في المجمد، يعني المكونات كاملين كيكونوا في المجمد بما فيهم الاناء اللي غادي نطربوا فيه. وهنا غادي نجيب هاد البودره ديال الكلاص، راه متواجده في المحلات اولا في المتاجر، يعني راه ولات متواجده بكثره. الا متوفراش عندكم ممكن ديروا بودره شونتي، يعني بجوجهم مزيانين. صافي غادي نفرغ هاد البودره ديال الكلاص على داك نصف لتر ديال الحليب، وغادي نحاول نخلط هكذا المكونات الطراب. عاد غادي نبدا نطرب باش ما يطيرش داك هكذا داك البودر ديال الكلاص. الا لاحظتوا فدرت انا نصف لتر ديال الحليب، راه نفس الشيء غديروه الا درتو البودره ديال الشونتيي، يعني نفس الكميه ديال الحليب غديروها. واخا يبان لكم ان نصف لتر ديال الحليب راه كبير كثير على القياس اللي كنديرو في الكريمه العاديه، ولكن كيف كنعرفوا جميع ان الكلاص الكريمه ديالو كتجي خفيفه على الكريمه ديال الحلويات. لهذا كنديروا نصف لتر عفوا ديال الحليب كامله في عوض ما نديروا ربع لتر. صافي طربت مزيان حتى كيولي عندي بهذا القوام هذا، يعني القوام ديال كيف كنعرفوا جميع القوام ديال الكريمه ديال الكلاص خاصها تكون خفيفه بهذا الشكل، يعني ما خاصهاش تكون متماسكه وواقفه. صافي في هذا الاثناء غادي نجيب هنا الحليب المركز المحلى، غادي ندير غير نصف العلبه. هنا درت غير نصف العلبه كيف قلت لكم. صافي وغادي ناخذ هنايا واحد الفلان ديال اولا ديسر ديال الفلان بهذا الشكل هذا، علبه اللي كتباع هكذا الفلان جاهز. غادي نفرغها في هذه الكريمه، وغادي نجيب ايضا البودره ديال الفلان اولا فلان بودر اللي بدون سكر. انا خديت ديال الكراميل بطبيعه الحال بما ان دايرين النوغا ودايرين ايضا مكونات كاملين عندهم علاقه بالكراميل، فالفلان ايضا غادي نديرو بالكراميل او الفلان ديال الكراميل عفوا. صافي غادي نطرب هاد المكونات هادو حتى كينسجموا مع الخليط. صافي في هاد الاثناء غادي ناخذ نستغنى على الطراب، وغادي ناخذ ديك النوغا اللي حضرنا باللوز وغادي نفرغها على في هاد الكريمه. غنخلط في هذه المرحله غير بسباتول. هنا غادي ندير شويه ديال لي بيبيت شوكولا اولا الشوكولاته كوكيز. صافي وغادي نخلطها ايضا غير بسباتول، كتبقى اختياريه. درت تقريبا هكذا واحد 3 ديال المعالق كبار، والكميه كتبقى على حسب الرغبه. صافي هنا جبت داك المول اللي لبستو بالسلوفان وغادي نفرغ فيه هاد الكريمه
كيف قلت لكم انا درت المول صغير، القطر يعني جمعته هكذا باش يجيني الكلاص صغير ويجيني عالي. الا بغيتو هكذا يجي القطر ديالو كبير فكبروا الاطار ديالكم. فهاد الكميه راه كتخرج كميه كبيره ما شاء الله. كيف قلت لكم جاني الكلاص عالي بزاف، وايضا غيشيط لي مازال منه، يعني عمرت المول اولا هاد الاطار عمر، وغيشيط لي مازال واحد الكميه اللي غادي تبقى هكذا نديرها على شكل ماغنوم. صافي كنحاول نقاد الوجه ديال الكلاص ديالنا مزيان، وغادي ندخلو المجمد. وهنا هاد الكريمه اللي شاطت لي كيف قلت لكم غنديرها على شكل ماغنوم، راه كتشيط ما شاء الله كميه. كيف قلت لكم راه كيعطي واحد الكميه كبيره بزاف. صافي خليته انا بات ليله كامله، يفضل تخليوه يبات ليله كامله باش كتاكدوا انه صافي راه جمد وتماسك مزيان. صافي هنا غادي نحاول نديمو ليه من بعد ما بات ليله كامله في المجمد، وغادي نقلبو في طبق تقديم. ممكن تقدموه في نفس اليوم، يعني الا حضرتوه في الصباح وتقدموه في المساء. صافي هنا كيف كتلاحظوا كنزول الاطار كيتزول بكل سهوله. هنا خديت هاد النوغه اللي حضرت اللي عزلت في الاول تقريبا داك كاس لاروب اللي عزلنا، غادي نديرو على الوجه، يعني كنغطي به الوجه كامل، اولا خليو غير كميه قليله ورشوه هكذا غير شويه في الوجه، ليكم الاختيار طبعا. غادي نجيب شويه ديال لي بيبيت شوكولا غادي نديرها ايضا في الوجه، يعني المكونات اللي درنا في الداخل سواء النوغا اولا لي بيبيت شوكولا نفسهم غادي نديروهم في الوجه. وغادي نزين هكذا بصلصه الكراميل جاهزه، ممكن تحضروها في المنزل. سبق لي حضرتها معكم في السنه الماضيه، صراحه كتبقى مرخيصه بزاف. يعني الكراميل ديال 2 دراهم راه الاخوات اللي جربوه كلهم نجح معاهم ونال الاستحسان ديالهم. كيجي صراحه لذيذ بزاف. غير هاد المره ما بقاليش الوقت باش نحضرو، يعني صوبت الكلاص بالزربه، لهذا درت غير الكراميل جاهز. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا. لاحظوا ما شاء الله كيجي عالي، كيجي المنظر ديالو رائع بزاف. اما المذاق ما نعاودش لكم كيجي لذيذ وكريمي بزاف. هنا غادي نقطعو معكم، شوفوا ما شاء الله القوام ديالو كيفاش كيجي، يعني ما كيجيش محجر نهائيا. يعني المكونات كاملين اللي درنا فيه كيعطيوه قوام كريمي. وضروري غادي نقطع معكم ايضا بالملعقه باش تشوفوا القوام ديال الكلاص ديالنا كيفاش كيجي ما شاء الله رائع جدا وكيجي لذيذ بزاف. نخليكم مع الصور النهائيه. اذا احبائي كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم، كنتمنى تجربوا هذا الكلاص هذا وتخليوا لي الاراء ديالكم اسفل الفيديو. الا كاين اي تساؤل خليوه اسفل الفيديو، راه ان شاء الله غادي نجاوبكم عليه. الا عجبتكم الوصفه وصلوها لاكبر عدد من اللايكات او بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. ما بقى لي الا نودعكم نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.